في عز الحرب العالمية التانية ولد صغير بيلاقي بيضة غريبة على شط البحيرة، لكنه ما يعرفش ان اللي جواه مش مجرد مخلوق، ده سر هيغير كل حاجة في حياته. فيلمنا بيبدأ وقت الحرب العالمية التانية ومعانا ولد صغير اسمه أنجس. الولد ده عاشق للبحر بس عنده فوبيا منه، دايما متخيل انه لو نزل المية هيغرق ومحدش هيعرف ينقذه. أنجس عنده هواية بيجمع القواقع زي ما كان بيعمل مع ابوه زمان، وفي يوم هو ماشي على الشط لقى صخرة كبيرة بس وزنها خفيف كده وشكلها غريب، فقال يحتفظ بيها. وفجأة أمه أن نادته ورجعوا سوا البيت، وأول ما وصل دخل المخزن بتاع البيت وحط القواقع والصخرة دي، وهو قاعد يبص عليها لقى إن الصخرة دي بتقشر كده ولونها غريب وبينزل منها مادة لزجة كأنها بيضة. قبل ما يركز فيها أمه بتنده عليه فبيسيبها ويمشي، بس الصخرة اتحركت حركة خفيفة. الليل جه والهواء كان شديد لدرجة إنه فتح باب المخزن لوحده، وأنجس نزل يبص لقى إن البيضة وقعت واتكسرت، وفجأة حس بحركات حواليه، حاجات بتقع وصوت كده غريب. مشي ورا الصوت لحد ما لقى مخلوق صغير ومستخبي، حاول يقرب منه بس المخلوق من الخوف حاول يعضه. أنجس جري على المطبخ جاب سكينة وبطاطساية وقدمها له وقال يمكن ياكل، وفعلا الكائن بدأ ياكل، ووقتها سمح له يلمسه من غير ما يعض. بس أنجس خد باله إن الكائن ده مجروح في ظهره، فجري جاب شنطة الإسعافات وبدأ يعالجه. بعد كده سابه في المخزن وطلع على أوضته بسرعة عشان أمه ما تشكش إنه اتأخر تحت. تاني يوم الصبح العيلة صحيت على أصوات غريبة بره البيت، طلع في كتيبة جيش واقفة قدام المدخل. الكابتن توماس خبط عليهم وقال إن الكتيبة هتقعد في جنينة البيت شوية بأوامر القيادة، وإن الضباط بس هم اللي هيباتوا جوه البيت. وأنجس ما صدقش، راح جري على مكتبة أبوه خد منها قاموس ونزل المخزن يطمن على الكائن. لقى المخلوق قاعد بيحاول ياكل في جزمة أبوه، فهم ساعتها إنه جعان، طلع على المطبخ وجاب سلة فيها بواقي أكل واداها له، والكائن أكلها كلها. أنجس قرر يسميه كروز على اسم مؤلف كتاب أبوه المفضل، وحاول يدور في القاموس عشان يشوف المخلوق ده نوعه إيه، بس ما لقاش أي حاجة تشبهه. وبعد ما خلص أكل أنجس حاول يلمسه، لقى جلده ناشف جدا ومحتاج مية، فجاب له مية وحطها له في السلة، وكروز اتبسط جدا وبدأ يعوم جواها كأنه في الجنة. ومن هنا أنجس بدأ يهتم بيه ويلعب معاه. وفي يوم أمه كانت بتدور عليه عشان تكلمه بخصوص والده، وفي نفس الوقت قابلت لويس عامل البيت الجديد، طلبت منه يبدأ ينظف المخزن لأنها شاكة إن أنجس بيربى حاجة جوه المخزن وده ممنوع. لويس نزل المخزن وبدأ يرمي المية اللي كان كروز بيلعب فيها، وأنجس شافه وسأله بتعمل إيه في مخزن أبوي. لويس رد عليه وقال له بنضفه بأوامر من مامتك. أنجس اتوتر وخرج يجري يدور على كروز في كل حتة. الليل جه وفجأة لقى كروز جوه البيت، وكمان حجمه بقى أكبر. وفي اللحظة دي كلب الطباخ سترينج شم ريحته وجري وراه، بس الكلب كان مربوط في البوتاجاز، فشد الحبل وبهدل المطبخ. والطباخ اتعصب وحبس الكلب في اوضه المخزن عشان ما يعملش مصايب تاني. بعدها أنجس سمع صرخة اخته كريستي من الحمام، فجري بسرعه لقاها مرعوبه من كروز اللي طلع فوق. لحقها قبل ما تقول لحد وشرح لها القصه كلها، وورى لها ان كروز مش خطر، بس الغريب ان حجمه كبر بسرعه غير طبيعيه. وكريستي في الاخر وعدته انها مش هتقول لاي حد. تاني يوم أنا راحت للويس عشان تديله هدوم جوزها القديمه. لويس شكرها وقال لها اشكر جوزك اول ما يرجع، بس أنا قالت له هو مش راجع، هو غرق مع السفينه من سنه وابني لحد دلوقتي ما يعرفش. وكملت كلامها وقالت له ان الحمام عايز تصليح، فطلع معاها فوق. في اللحظه دي أنجس وكريستي كانوا جوه الحمام بيحاولوا يمنعوه يدخل عشان ما يشوفش كروز، ولكن ما قدروش. لويس شافه واول ما هدي قال لهم ده شبه حصان البحر، ده مخلوق اسطوري نادر جدا، والاساطير بتقول انه بيبقى ذكر وانثى في نفس الوقت، ولما بيكبر بيبيض مره واحده وبعدها بيموت. قعدوا في الحمام وقت طويل لدرجه ان أنا بدأت تدور عليهم. أنجس وكريستي اتوسلوا للويس ان ما يقولش لامهم، وفعلا وافق. ولما خرجوا قالوا انهم كانوا بيساعدوه يصلح انابيب الحمام، وبكده قدروا يغطوا على كروز من غير ما يتفضحوا. وبالليل الجيش كان عامل وليمه في البيت، وأنجس خرج من الحمام ونسي الباب مفتوح وراه، وكروز خرج وراه على طول، والكلب كان مفكوك المره دي، جري وراه وبدأ يبوظ في كل حاجه حواليه وهو بيطارده. والاتنين نزلوا على الدور الارضي جنب اوضه السفره، والضباط قاعدين بيتعشوا، وكروز جري تحت السفره والكلب فوقها وبهدل الوليمه كلها. بعدها كروز هرب من البيت كله والكلب وراه، وراح ناطط في بحيره السمك وقعد ياكل لحد ما الشمس طلع. لويس شافه هناك واتصدم ان حجمه كبر اكتر من اخر مره، ما بقاش ينفع يتخبى في البيت، فقرروا يحطوه في عربيه ويودوه على اقرب بحيره ويسيبوه هناك. أنجس رجع البيت لقى ان امه طلبت من الكابتن توماس ان يدربه مع الكتيبه عشان يتشغل ويبطل يسرح بخياله. وأنجس بقى مشغول في تدريبات الجيش اللي الكابتن توماس فرضها عليه، وما بقاش عارف يروح يشوف كروز. لكن في يوم قدر يزوغ من الكابتن توماس وراح على البحيره اللي سايب فيها صديقه، وقعد مستني كتير وما ظهرش لحد ما ركب مركب صغير وراح نص البحيره. وفجاه لقى كروز
طالع وراه، بس المره دي حجمه كان ضخم جدا من كتر الاكل اللي لقاه في البحيره. كروز كان لسه فاكر انجز وعايز يلعب معاه زي زمان، وشاله على ظهره وبدا يمشي بيه في الميه. انجز كان مرعوب في الاول عشان بيخاف من الميه، بس مع الوقت اتشجع وبدا يستمتع. لكن فرحته ما كملتش، لانه لقى ان البحيره كلها مقفوله بشبكه كبيره عاملها الجيش. وبعد اللعب رجع كروزو انجز للشط، واول ما كان بينزل تحت الميه الكلب سترينك لمح كروزو بعينه. انجز رجع البيت طاير من الفرحه وحكى للويس وكريستي كل اللي حصل. لكن تاني يوم الكابتن توماس خدهم فوق التله عشان يوريهم خطه الجيش، وقال لهم لو الالمان قربوا من المنطقه المدافع والصواريخ جاهزه تضرب البحر. وعملوا تجربه قدامهم، والمصيبه انهم وجهوا الصواريخ على البحيره اللي فيها كروزو. وانجز اتجنن وحاول يمنعهم باي طريقه، بس فشل والصواريخ انضرب، وهو نفسه كان هيتاذي عشان قرب من مكان الضرب. وامه اتعصبت جدا وحبسته في البيت. وفي نفس الوقت واحد من سكان المدينه كان واثق انه شاف كروزو قبل كده، وقعد يراقب البحيره مع مصور عشان يصوره. ولما فشل زور صوره ونشرها في الجرايد، والصوره انتشرت بسرعه. وسترانك شافها واكد لزميله ووكر ان المخلوق ده موجود فعلا، والاتنين قرروا يصطادوه عشان يتشهر ويبقوا ابطال قاتلين الوحش. انجز قلبه مشغول بصاحبه، هرب من البيت ورجع البحيره ومعاه لويس، وقعد ينادي على كروز لحد ما طلع. بس المره دي كروزو حاول يهاجمه. لويس انقذ انجز وقال له بعد اللي حصل كروزو بقى وحش بري وبيفتكر اي بني ادم هيأذيه. انجز كان زعلان جدا انه خسر صديقه. رجع البيت مكسور، لكنه سمع صوت كلب سترانك، فهم ان في حد بيدور على كروزو عشان يصطادوه. فعلا سترانك ووكر كانوا راكبين مركب وبيحاولوا يهاجموه، واتصلوا بالمركز العسكري وقالوا انهم بيتعرضوا لهجوم، وطلبوا ضرب الصواريخ على البحيره كلها. بس المركب اتقلب بيهم قريب من الشط. كروزو طلع عليهم وكان هياكل سترانك بعد ما ووكر جري وهرب من الخوف، ولكن انجز دخل الميه ويحاول يمنعه وغرق من الرعب. وساعتها كروزو رمى سترانك بعيد ونزل ينقذ انجز من الغرق بنفسه، والويس لحقه وفوقه. وفي اللحظه دي وصل الكابتن توماس ومعاه أنا، واول ما شافوا المشهد اتاكدوا ان اللي كان بيقوله انجز طول الوقت حقيقي، وان حصان البحر موجود قدام عينيهم. فجاه الصواريخ بدات تضرب على البحيره بناء على البلاغ اللي جاي من المركب قبل ما تتقلب. انجز حاول ينقذ كروزو وركب على ظهره وبدا يرشده للطريق اللي يخرجه بعيد عن الضرب. والجو كان عاصفه ورعد ومطر شديد، والكابتن توماس ما قدرش يوقف الضرب من اللاسلكي. جنود المراقبه شافوا راس كروزو طالع فوق الميه، افتكروها منظار غواصه المانيه جايه تهاجم، فبلغوا القياده وزودوا الضرب اكتر. الشبكه كمان اتشدت وارتفعت عشان يمنعوا الغواصه من الهروب، لكن هي في الحقيقه كانت كروزو. توماس وانا كانوا راكبين مركب ورا انجز مستنيين ينقذوه لو حصل له حاجه، لكن انجز خد القرار الصعب، نزل من على ظهر كروزو وقال له يستخبى تحت الميه بعيد عن القصف، وراح على مركب امه. وساعتها كروزو غطس تحت الميه، لكن فجاه كروزو طلع من تحت ونط فوق الشبكه كلها، نزل عليها بقوه لدرجه انها اتخلعت من البرج اللي كانت متثبته فيه، وقدر يهرب من البحيره ويمشي على البحر المفتوح. انجز واقف على المركب شايفه اخر مره وهو بيعوم في البحر وقت شروق الشمس، وكانه بيودعه نظره اخيره زي صديق مخلص مش هيتنسي ابدا. كروزو اختفى في اعماق البحر، ولكن صداقته مع انجز فضلت ابديه. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل الافلام الجميله.